لقد أكثر الناس عن السؤال عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في 10 ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، وقد استدلوا على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنه، ورد البعض بأن حديث عائشة رضي الله عنها قد أنكرت عليها هذا الحديث. أنا أتصور أن هذه المسائل لا ينبغي يعني التشديد فيها وكذا، يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يكره يعني تقليم الأظافر وحلق الشعر في 10 ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، أنه يكره له ذلك، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يكره ذلك. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو المشهور في مذهبه أنه يحرم، ليس فقط يكره وإنما يحرم لا يجوز، لكن مع هذا يقول يحرم بس الذبيحة صحيحة، يعني يأثم، يقولون يأثم لكن الأضحية صحيحة ولا تتأثر الأضحية ولا يترتب عليه فدي، يعني مثل فدية الأذى بالنسبة للحاج، وهذا الكلام كله غير الحاج، غير الحاج الكلام. فالإمام أحمد قولان له في المسألة، قول يوافق مالك والشافعي أنه الكراهة، والقول الثاني للتحريم أنه لا يجوز، لكن التحريم بمعنى يأثم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا يأثم أصلا ولا يكره، وأنه مباح، ولا يمنع الإنسان من أخذ شيء من شعره أو ظفره إذا دخلت 10 ذي الحجة وكان يريد أن يضحي. وأقرب الأقوال والله العالم يعني تجمع بين النصين بين حديث أم سلمة وحديث عائشة هو القول بالكراهة، وهو قول الجمهور.